الحاج محمد أمهال واحد من اعظم الرجال اللي داروا اسمهم في التاريخ الاقتصادي ديال المغرب. راجل بدا من والو وقدر يبني امبراطوريه اقتصاديه ضخمه. الحاج امهال جا من دوار صغير في منطقه تفراوت، بالضبط دوار تاجكالت في جماعه إيريغ نتهاله، وبحال بزاف ديال السوسيين قرر يهاجر للشمال باش يقلب على رزقه. غادي يستقر في مدينه بن حمد اللي قريبه للسطات. البدايه ديالو كانت بسيطه بزاف، كيبيع الغاز بالتقسيط في الاسواق الاسبوعيه ديال بن حمد، والسلعه ديالو كان كيجيبها بحال كاع الناس من كازا. ما غاديش يوقف هنا، حتى الطموح ديالو ما كانش بسيط، وبالضبط في السبعينات قرر يدخل لعالم الاعمال من بابو الكبير، وخلق شركه ديالو الخاصه سماها سوميبي باش يبيع ويوزع المحروقات. وغادي ينشا اول محطه وقود ديال سوميبي كانت في مدينه بن حمد، وهذه كانت غير البدايه، لان الحاج امهال ما كانش غادي يوقف غير هنا. غير بعدها بشويه زاد اسس شركه ثانيه سماها تيسير غاز باش يوزع عينات الغاز في المغرب كامل، وبهذا ولا من اكبر المستثمرين في مجال الطاقه في البلاد، واسم سوميبي ولا معروف في كل المدن المغربيه. الحاج محمد امهال توفى الله يرحمه في 1995، ولكن الخدمه اللي بداها كملوها ولادو، ومنهم مصطفى امهال اللي حافظ على الارث الكبير ديال باه وطور الشركات ديالو. واخا ان في 2005 المجموعه الاقتصاديه اكوا ديال عزيز اخنوش شراو سوميبي، وبهذا ولات مندمجه في واحد من اكبر الشبكات ديال توزيع المحروقات في المغرب. قصه الحاج امهال كتعلمنا بان الكفاح والطموح يقدر يبدل الواقع ديال اي انسان ويصنع مجد كبير حتى من والو. هو فعلا مثال ديال العصاميه اللي كيحفزنا كاملين.